يا سلام سلم الكباب الكوابري هيتكلم. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا وبسيطة ولذيذة قوي قوي، وهي الكباب الكوابري او كفتة الفراخ. بطريقة سهلة جدا. تعالوا نشوف مع بعض المقادير. عندي هنا كيلو من الوراك على الصدور، عندي هنا نص حزمة بقدونس، عندي هنا بصلتين كبار متقطعين انصاص، عندي هنا قرنين فلفل رومي احمر او اخضر المتوفر عندك، عندي هنا 5 فصوص من الثوم. تعالوا نشوف هنشتغل ازاي. اول حاجه هنزل بيها هنا في الكبه بتاعتي البصل، تاني حاجه هنزل بيها هي الفلفل الرومي، هنغطيهم ونضربهم مع بعض كويس جدا، نعملهم على قد ما تقدري. هنا يا جماعه هحط معلقه من الملح علشان انا عايزه انزل الميه اللي في البصل والفلفل كلها، تساعدني ان انا انزل الميه صفي البصل والفلفل. انا عايزه اضرب الخليط كويس جدا علشان اعرف اصفيه يبقى ناعم معايا. هنكتفي بهذا القدر. بس يا جماعه انا عايزاه ناعم جدا جدا جدا. هنا هنصفي الخليط بتاعنا على قد ما نقدر. انا عايزاه ينزل كل الميه اللي فيه علشان ما تفكش الكفته بتاعتي، مش عايزه فيه سوائل خالص خالص. طبعا معلقه الملح اللي احنا حطيناها واحنا شغالين دي بتساعدني ان الكفته ان البصل اللي عندي ينزل كل الميه والسوائل اللي فيه. صفي على قد ما تقدري. صفي السوائل خالص، مش عايزه فيه اي سوائل نهائي علشان الكفته بتاعتي ما تفكش مني.
صفيها خالص على قد ما تقدري، مش عايزه فيها اي سوائل نهائي عشان ما تفكش الكفته بتاعتنا. صفي على قد ما تقدري. كده تمام. هنا بقى يا حبايبي بعد ما خدت الخليط بتاعي صفيته، هنزل بقى بالفراخ بتاعتي عشان افرمها في الكبه وانعمها برضو. ده كيلو من الاوراق والصدور، لو عندك اوراق بس عادي، ولو عندك صدور برضو بس عادي. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي بتبقى هايله لما بتحط لها ليا او دهن، بس انا الصراحه مش متوفر عندي حاليا لا دهن ولا ليا ولا اي كلام من ده خالص. نفرم بقى الفراخ بتاعتنا فرم ناعم. هنا بقى يا حبايبي بعد ما فرمت الفراخ بتاعتنا، هنقص الفراخ شويه علشان انا عندي بصراحه الكبه مش واخده، علشان نضرب بقيه المكونات. هنا انا نقصت الفراخ علشان بصراحه الكبه عندي مش واخده. هنزل بقى ب5 فصوص الثوم اللي انا قلت عليهم، وطبعا نص حزمه بقدونس، هنضربهم مع بعض كويس. بتاعتي من الكبه هكمل بقى نص التاني. انا كنت قسمتها زي ما قلت لكم علشان الفراخ عندي ما كانتش، الكبه عندي ما كانتش مقضيه. هنا بقى حطيت الخلطه اللي احنا ضربناها في الكبه قبل الفراخ على بقيه كميه الفراخ اللي عندي. هتبلها بقى بمعلقه من الملح، الملح العادي بتاعنا. يعني مثلا انا بحبهاش مالحه قوي، ممكن احط لها معلقه استكفي بيها، ومعلقه من البابريكا، معلقه من الزعتر المفروم، معلقه من السبع بهارات، معلقه من الفلفل الاسمر،
نخلط بقى المكونات دي كلها مع بعض. لسه عايزه تفتحي ناعم جدا. ماشي. هنا بقى هنزل بنص معلقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا يا جماعه فايدته علشان يفش لي الكفته بتاعتي ما تبقاش مكتومه، ومعلقتين من الدقيق علشان الكفته بتاعتي تبقى متماسكه ما تفكش مني. طبعا هنكمل ضرب تاني. هنا بقى يا جماعه هنصبع الكفته بتاعتنا. اول حاجه هنعملها هحك ايدي في ميه البصل اللي احنا كنا شايلينها في الاول، وهاخد حته كده ماشي، واقوم حطاها كده على خليتين كده. افردها كده على الخله كويس جدا. نعجن ايدينا من ميه البصل عشان نسويها. عايزه اقول لكم ان احنا المفروض بنسيبها ساعه في التلاجة عشان تبقى ماسكه شويه عشان نعرف نصبعها، بس انا بصراحه مستعجله. هو ده شكل الصباع وانا في الصاج. نفس النظام برضو. احنا كده خلاص يعتبر حطيناه على الخله كده. حسيتي ان هي مش ماشيه معاكي وانت مستعجله وعايزه تعمليها دلوقتي، ماشي، نعك ايدينا من ميه البصل. عك ايدك زيت عشان برضو ايه تمسك معاكي لو انت مستعجله عليها ومش هتلحقي تحطها في التلاجة حوالي ساعه تمسك. هي ما شاء الله جميله جدا اهيت. حته كده مكوره كده ماشي، نحطها بقى كده. عك ايدينا نقطه زيت صغيره عشان برضو يدينا لون حلو ويبقى تحميرها حلو. اجي ادخلها الفرن تبقى واخده لون حلو كده ومحمره معايا. عك ايديكي بقى من ميه البصل عشان تطعميها من بره. كباب الكوابري يا جماعه او كفته الفراخ السيخ حاجه قمر جدا جدا جدا. ما شاء الله شكلها عامل ازاي. عايزه بقى تبططها كده على السيخ، عايزه تعمليها زي ما انت عايزه، انت حره. التشكيل ده بتاعك انت. كباب الكوابري يا جماعه حاجه كده عظمه. ما شاء الله جميله جدا ازاي وتماسكت ازاي جدا على السيخ. حلوه جدا ولذيذه قوي قوي قوي، والنتيجه بتاعتها ان شاء الله تعجبك روعه. هيك ايديكي زيت لو انت حسيتي ان هي هتمسك في ايديكي. لما قلت لكم يا جماعه المفروض تقعد في التلاجة ساعه علشان تمسك معانا ماشي. هيك ايدينا من ميه البصل عشان نطعمها طبعا واحده واحده. هتلاقي ظبطت معاكي على السيخ، هي عشان بس ما عادش في التلاجة يجي ساعه. انا ما عنديش وقت زي ما قلت لحضراتكم، مضطره ان انا اصبعها دلوقتي. اهي ان شاء الله جميله جدا اهي، شكلها بقى حلو قوي 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 اهي. شايفين اهي اهي ما شاء الله جميله جدا.
ركي ايديكي زيت وانت بتعمليها، هيديلها لون حلو، وكمان هيساعدها معاكي في التشكيل، هي بتتشكل كويس وتبقى كويسه. ركي ايديكي بقى من ميه البصل وصبعيها عشان تطعميها، وبقى التركايه الاخيره دي بتبقى لذيذه قوي في الطعم. صباع كفته ما حصلش عظمه، بيتكلم، اقسم بالله بيتكلم عن نفسه طبعا، هو مش بيتكلم يعني. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين شايفين الحلاوه، شايفين لونها وشكلها، ان شاء الله جميله. هنا بقى يا جماعه خلصت كميه الكفته اللي عندي، رصيتها كلها في الصاج وادخلها الفرن. ما شاء الله شكلها جميل ازاي، ان شاء الله شكلها جميل جدا جدا جدا. ندخلها بقى الفرن ونشوف شكلها بعد ما تطلع الفرن. هنا بقى يا جماعه كان الكباب بتاعي طلع من الفرن، ما شاء الله ريحته جميله جدا تجنن وطعمه لذيذ قوي. لو عجبك الفيديو حط لايك وشير، وما تنسينيش في اشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.